السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة صينية لحمة ضاني بالخضار. هنجيب حلة على النار، معلقتين كبيرة زيت ومعلقتين كبيرة سمنة وكيلو ونص لحمة ضاني. هنحط فيها اللحمة ونقلبها على الناحيتين تتشوح، وبعدين نضيف لها 3/4 رتل مية، ونضيف نص معلقة صغيرة فلفل اسود و3 معالق صغيرة ملح و5 ورقات لورا و5 فصوص حبهان ونص معلقة صغيرة 7 بهارات. وهنسيبهم على النار. اللحمة تبقى نص سوا، مش هنسويها سوا كامل عشان لسه هنضيفها للخضار. هنقلب ونغطيها ونسيبها تستوي نص سوا. على ما اللحمة تبقى نص سوا نكون جهزنا الخضار. هنجيب بصلتين وسط ونقطعهم حلقات، ونرش عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة 7 بهارات، وندعكهم بايدينا كده علشان ندبل البصل شوية ويدي طعم كويس للاكل. وبعد كده هنقطع جزرتين حلقات، و3 حبة طماطم حلقات، و3 حبة بطاطس وسط مقطعين حلقات، ونص كزبرة، نص حزمة كزبرة خضرة متقطعة او كرفس. وهنبدأ بقى نرص الخضار في الصينية زي ما حضراتكم شايفين. بعد البصل ما دعكناه بالبهارات ضفنا الجزر المقطع حلقات، وبعد كده هنرص البطاطس اللي قطعناها برضو، وبعد كده هنضيف الطماطم المقطعة حلقات. وبعدين هناخد كوبايتين شوربة من بتاعة اللحمة اللي عملناها نص سوا، ونكون محضرين 5 فصوص توم مهروسين ونقلبهم مع الشوربة، وكوباية عصير طماطم، ومعلقتين كبار سمنة. وهنشوف دلوقتي هنعمل الخطوات ازاي. احنا رصينا الخضار في الصينية وعليهم الكزبرة الخضراء، طلعنا اللحمة من النار حطيناها فوق الخضار زي ما انتم شايفين اهو معايا. وبعد كده هنسقي الصينية الدريسنج اللي احنا قلنا عليه، اللي هو عبارة عن الشوربة من اللحمة والثوم المهروس وكوباية عصير الطماطم اهو. ضفنا الثوم للشوربة، قلبناهم مع بعض، وهنسقي بيهم الخضار باللحمة عشان الخضار يستوي بكوبايتين الشوربة دول. وعلى الوش بقى هنجيب معلقتين سمنة بعد ما نضيف كوباية عصير الطماطم. برضو هنجيب معلقتين كبار سمنة، ولو عندك زبدة حطي معلقتين زبدة بدل السمنة زي ما انت عايزة. بعد كده هنغطي الصينية بالفويل ونحطها على نار متوسطة من فوق لغاية ما تغلي، ونكون مسخنين الفرن على ما الصينية تغلي من فوق. وبعد كده ندخل الصينية على الرف التحتاني لغاية ما تستوي وتقدم بالهنا. تاكلوا وانتم متهنيين ودايما فرحانين ان شاء الله. ولو عجبكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وبالهنا. ومستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.